انتوا عارفين ان حال الشغل مش زي الاول، والزباين ما بقتش اكيله زي زمان. يعني بالمختصر ما بقاش في مكسب. ازاي بس يا معلم؟ ده المحل دايما مليان على اخره. يعني انا كداب؟ العفو، انا اللي كداب. خلاص، انا لما اقول المحل ما بيشتغلش يبقى المحل ما بيشتغلش. ما بيشتغلش يا معلم، ما بيشتغلش. صادق يا معلم، ده حتى الواحد بيبقى صعبان عليه المحل وهو فاضي. عال قوي. وما دام انتوا عارفين كده يبقى لازم نعمل تخفيض في مهياكم. تخفيض ايه يا معلم؟ ده كل واحد فينا بياخد 6 جنيه يا عمي. نخليهم 5. حلو. حلو. ونخصم 1 جنيه بدل سكن يبقى 4. حلو. ونخصم كمان 1 جنيه بدل اكل. اكل ايه يا معلم؟ احنا ما بناكلش في المحل. الله ما تاكلوا، حد حاشكم الاكل مرطط جوه. ما هو لو كلنا هنروح للدكتور، والدكتور عايز فلوس، والفلوس عند المعلم. قصدك ايه؟ مانيش فاهم. خلاص خلاص يا معلم، سيبك منه، احنا موافقين. طب خلاص، حيث انكم موافقين نخصم كمان نخصم ايه تاني يا معلم؟ ده شويه شويه هندفع من جيبنا. كفايه يا معلم، كفايه. طب كفايه كده بقى مؤقتا، احسن الناس تفكر ان انا استنهازي.